السلام عليكم. عمركش الشيطان لعب في دماغك كده وقال لك يا معلم الشغل اتأخر وانت مش لاقي شغلانة عشان انت راجل متزمت وقافش في اللي في دماغك؟ يا عم مين قال ان الحاجة دي حرام؟ يا معلم طريها كده ومشيها والدنيا هتبقى زي الفل، صح؟ عمركيش كده جالك وقال لك العريس اتأخر، عاجبك اللي انت عاملاه؟ فكيها شويه، يعني لازم فساتين وجيب ومش عارف وتلبسي لي اسدال وجينز لطيف كده مع شويه ميك اب، خلي الدنيا تفك. لازم تعرفوا يا جماعه ان الحياه كلها رزق، كله رزق. الصحاب رزق، الشغل رزق، الجواز رزق، الفلوس رزق، الصحه رزق، كل حاجة في حياتنا رزق. لكن ما ينفعش ان احنا عشان نرزق ولا عشان انه الموضوع اتأخر ادي انا اطلب الرزق ده بمعصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا، وخدوا بالكم الكلام. ربنا قال ايه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. ممكن نختبر في حياتنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرف مين بجد بيحب ربنا، مين بجد هيقف على حدود الله ويقول لا أنا مش هغلط عشان في رزق اتأخر عليا، ومين اللي هيتزحلق ويقع. فخلينا نوري ربنا من أنفسنا خير. طب أنا هحكي لكم قصة. كان ليا واحد صاحبي مقيم على طاعة معينة، والطاعة دي منعت عنه الشغل. خلينا نظبطها، بلاش منعت عنه، نقول لي يعني الشغل اتأخر بسبب الطاعة دي. فابتدى شيطانه يجيله: ها يا معلم هتفضل قافش فيها؟ أحب أقول لكم بقى إنه ساب الطاعة دي. ها ما لقاش شغل؟ لا، بقى المفاجأة إنه لقى شغل عادي جدا، مش بس لا شغل، ده اترقى والدنيا زي الفل. فخلينا نقول انه طب ما هو لا اهو يا عم امير انت زعلان ليه؟ خد بالك انه احيانا عطاء ربنا يبقى مش رضا. عطاء ربنا هنا خلاص اللي هو انت ما بقتش تستاهل ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك عشان تقرب، فخلاص. فليه نبقى كده مع ربنا؟ ها؟ اوعى تستبطئ الرزق فتطلبه بالمعصية. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طيع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك ويكرمك ويديك، هيرضى عنك ويكرمك ويديكي. ما تستبطئوش الرزق يا جماعة، خلوه يجي وقته. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله. ما تنسوش شيروا فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.